مرحبا بكم في قناة ميديا جزائرية، أول قناة إخبارية في الجزائر على منصة اليوتيوب. لا تنسى الاشتراك معنا وتفعيل زر الجرس لتكون أنت أول شخص تصلك الأخبار في دقيقتها. 7 أماكن جزائرية مصنفة ضمن التراث العالمي لليونسكو. تزخر الجزائر بالعديد من المعالم التاريخية والطبيعية العريقة، وهذه الثروة معترف بها من طرف اليونسكو التي صنفت مؤخرا 7 منها ضمن التراث العالمي للإنسانية، فيما تزال 6 أخرى محل الدراسة. أولا، قصبة الجزائر العاصمة. في أحد أجمل المعالم في الحوض الأبيض المتوسط، تتربع القصبة الشامخة فوق جزر العاصمة. منذ القرن الرابع قبل الميلاد تجسد فيه فنا معماريا فريدا من نوعه في العالم، بل في تاريخ الإنسانية أصلا، خاصة بالفن المعماري الإسلامي. مكان للذاكرة وللتاريخ، يحوي أقدم العوالم للعاصمة من مساجد وقصور عثمانية، إضافة إلى البنية الحضارية التقليدية المرتبطة بلمسة العيش الجماعي في انسجام تام. ثانيا، الآثار الرومانية لجميلة بولاية سطيف. على بعد كيلومترات قليلة من مدينة سطيف تطل آثار جميلة من علو 900 متر، التي عرفت كيف تجمع بين معالم رومانية متنوعة في باقة متناسقة من معابد وأقواس النصر والمنازل الأصيلة، مجسدة بذلك نمطا عمرانيا رومانيا خاصا بالمناطق الجبلية. ثالثا، وادي ميزاب، حيث تدخل غرداية من جهة الوادي وتقابلك قرى محصنة حول 5 قصور واقفة تامة الأبعاد وكأنها لم تصارع التاريخ منذ القرن العاشر. فأعلم أنك بوادي ميزاب. تقابلك في تحد أحد جواهر الحضارة الإباضية، محل دراسة المفعمين بالفن المعماري للأزمان الغابرة ومصدر إلهام المهندسين والفنانين المعاصرين. رابعا، تيمغاد. على المنحدر الشمالي من الأوراس قرب باتنا، تم إنشاء تيمغاد عام 100 بعد الميلاد من قبل الإمبراطور تراجان باعتبارها مستعمرة عسكرية، مع تصميم على أساس الأبعاد المتعامدة وطريقين متعامدين الذين يمران عبر المدينة، وهذا خير مثال لتخطيط المدن الرومانية. خامسا، قلعة بني حماد. في مكان جبل عال ينتظرك موقع ذو جمال أخاذ، يذهب بك إلى أمراء شيدوا عاصمتهم على بعد بضع كيلومترات من مدينة مسيلة عام 1007. أمراء الحضارة الحمادية التي استودعوها مثل التاريخ بعدما صانوها إلى غاية 1152 لتقابلك صورة حقيقية لمدينة إسلامية محضرة محصنة ومسجد يعد من أكبر المساجد التي بنيت في الجزائر. سادسا، الآثار الرومانية في تيبازا. على ضفاف البحر المتوسط احتلت تيبازا من طرف الإمبراطورية الرومانية، جاعلة منها محطة انطلاق للهجوم على الممالك الموريتانية واحتلالها، كما تشمل على مجموعة فريدة من الآثار الفينيقية والرومانية والبيزنطينية والمسيحية في مكان واحد، ومعالم أصيلة معروفة كقبر الرومية الذي هو ضريح ملكي كبير من أصل موريتاني. سابعا، التصيلي ناجر. هذا المشهد ذو الطابع القمري الغريب ذو الأهمية الجيولوجية البالغة يقع في ولاية إليزي، يأوي أحد أهم المعالم الأثرية للفن الصخري في العالم، مجموعات بأكملها من الرسوم والنقوش الصخرية والتي تبلغ 15,000. تمكن الباحثين من تتبع مراحل تطور إنسان المنطقة والمناخ والثروة الحيوانية بالعودة إلى 6000 سنة قبل الميلاد في تاريخ الإنسانية إلى بداية، مما يجعل من هذا المكان مكتبة تاريخية حية مرت إلينا منذ الأزل.